راجل اسمه توماس أوستن قرر يجيب 24 أرنب بس لأستراليا في المزرعة بتاعته علشان يصطادهم، لكن اللي حصل سنة 1859 كان كارثة بيئية فعلا. الأرانب بدأت تزيد بسرعة خرافية لحد ما في العشرينيات القرن العشرين وصل عددهم لحوالي 10 مليار أرنب. الرقم مهول جدا لدرجة إن القارة كلها اتقلبت، ورغم كل محاولات السيطرة الغريبة اللي قاموا بيها لكن عددهم وصل النهاردة لحد 200 مليون أرنب. هو قل بس لسه عامل مشاكل. الأرانب منتشرة في كل القارات تقريبا، ومعاهم تنوع ضخم في الشكل والحجم. يعني مثلا هنلاقي الأرنب الفلامنكي العملاق وزنه بيوصل لحد 10 كيلو وطوله ممكن يقرب للمتر، وفي الأرنب الهولندي القزم وده صغير جدا وزنه أقل من كيلو وبيتربى كأنه حيوان أليف. وفي الأرنب الأوروبي والأرنب الصحراوي والهولندي اللوب وأرنب ريكس. في أنواع مختلفة من الأرانب بتوصل لحد 300 نوع، ويمكن ده اللي مخلي فعليا الأرانب منتشرة في كل مكان ما عدا قارة أنتاركتيكا. عموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ علشان نعرف ازاي الأرانب انتشرت بالشكل الخرافي ده وازاي الدولة ابتدت تواجه الكارثة دي. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. الأرانب بطبيعتها عندها قدرة تكاثر مرعبة. الأنثى ممكن تحمل تاني بعد الولادة بساعات. فترة الحمل حوالي شهر واحد، وكل مرة بتولد فيها بتجيب من 4 ل 12 أرنب صغير. يعني الأرانب دي بتتضاعف بسرعة غير طبيعية في خلال سنوات قليلة. توماس أوستن نفسه اتفاجئ إن الأعداد خرجت عن السيطرة، والموضوع ما بقاش مجرد صيد كان بيستمتع بيه، ده بقى فعليا غزو. الأعداد بتنفجر. مع بداية القرن العشرين الأرانب غطت نص القارة، 10 مليار أرنب، وده خلى أستراليا من أكتر الأماكن على الأرض اللي حصل فيها الانتشار الغير الطبيعي ده. الأرانب مش بس بتتكاثر، دي كمان دمرت البيئة، كلت الزرع والنباتات لدرجة إن الأرض نفسها بقت بور. المحاصيل الزراعية قلت والمزارعين خسروا الملايين، والأسوأ إن الحيوانات اللي كانت عايشة على نفس الموارد بدأت تنقرض أو يقل عددها بشكل رهيب. يعني ببساطة الأرانب قلبت النظام البيئي كله. وهنا ابتدت محاولات السيطرة من الأستراليين. ابتدوا إن هم جابوا ملايين الصيادين علشان يصطادوا الأرانب، استخدموا السموم والفخاخ ده، حتى كمان إن هم بنوا سور ضخم جدا اللي كان ساعتها أطول سور في العالم، طوله كان حوالي 3250 كيلومتر علشان يمنعوا بس الأرانب من الانتشار للمناطق التانية. لكن للأسف كل المحاولات دي ما نجحتش بالشكل الكافي. الأرانب لسه بتزيد، وهنا ابتدوا الحرب البيولوجية. في الأربعينات والخمسينيات العلماء قرروا يستخدموا سلاح أخطر، وهي كانت الفيروسات، وعملوا فيروس وأطلقوه وسط الأرانب. الفيروس كان قاتل، وخلال سنوات قليلة قضى على مئات الملايين من الأرانب. لكن بعد فترة الأرانب بدأت تطور مناعة طبيعية ضد الفيروس ده، ورجع عددهم يزيد تاني. لكن أستراليا بعد كده استخدموا فيروس تاني في التسعينات، وده برضه ابتدى يقلل الأعداد، لكنه كمان ما قضاش عليهم. ويمكن اللي كان بيخلي موضوع القضاء على الأرانب صعب هو حياة الأرنب نفسه. الأرنب مش بيعيش في مكان مكشوف، الأرنب على طول بيعيش في جحور تحت الأرض. الجحور دي بيكون ليها ممرات وأكتر من مدخل، وبتوفر أمان وحماية من المفترسين التانيين، وكمان يعتبر مكان كويس لتربية الصغيرين. في بعض المناطق الجحور بتكون شبكة كاملة تحت الأرض بيعيش فيها المئات من الأرانب مع بعض، بتكون تقريبا كده زي مدينة صغيرة. ودلوقتي في استراليا بقى عدد الأرانب تقريبا حوالي 200 مليون أرنب، ولسه بيمثلوا تهديد ضخم جدا للزراعة والبيئة هناك. ولكن الحكومة لسه بتحاول تسيطر عليهم بطرق مختلفة، سواء بقى الصيد، سموم، حرب بيولوجية، ينشروا أمراض. وفي الآخر القصة دي بتعتبر واحدة من أكبر الكوارث البيئية اللي سببها الإنسان، بمجرد إن هو دخل 24 أرنب لقارة كاملة، قارة مفيش أي مفترس أو أي تهديد حقيقي للأرانب فيها. قصة الأرانب دي بتبين قد إيه الإنسان البسيط ممكن يعمل أثر مدمر على الطبيعة في قارة كاملة. توماس أوستن ما كانش متخيل إن خطوة صغيرة زي دي ممكن تسبب مشكلة بيئية تستمر لأكتر من قرن ونص. الأرانب بقت مثال عالمي بيتدرس في الجامعات، إزاي حيوان واحد ممكن يغزو بيئة مش موطنه الأصلي ويغير شكلها للأبد. وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة. فما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.